السلام عليكم. خير بداية هي الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. في وقت من الأوقات كان بيتم استخدام الإنسان في عروض كل الغرض منها هو كسب الأموال عن طريق السخرية والاستهزاء بشكله. وكان من ضمن الناس دول امرأة اسمها ماري آن بيفان، الملقبة بأبشع امرأة في العالم. والنهاردة اسمحوا لي أحكي لكم قصة الست دي، وفي النهاية عايز أعرف رأيكم، هل فعلا تستحق اللقب ده ولا لأ؟ أهلا بيكم في قناة نبتدي الحكاية مع علي فتحي، ويلا بينا نصلي على النبي ونبتدي الحكاية. حكايتنا هنرجع فيها بالزمن شوية ليوم 20 ديسمبر سنة 1874 في إنجلترا. في اليوم ده اتولدت ماري آن وبستر، وعاشت في أسرة مكونة من أب وأم وثمان أطفال. ويمكن علشان أفراد الأسرة عددهم كبير، فده خلاهم كلهم يشتغلوا من سن صغير. وفعلا ماري اشتغلت ممرضة في واحدة من المستشفيات في لندن. ماري تبارك الرحمن كانت بنت جميلة جدا، وسلوكها كويس مع كل الناس، وده طبعا كان سبب في إنها تكون محبوبة من زمايلها في المستشفى. ماري سنة 1903 لما بقى عندها 29 سنة اتجوزت من واحد بائع زهور اسمه توماس بيفان، ومن بعدها أخدت اللقب من زوجها وبقت ماري آن بيفان. وعاشت مع زوجها ده حياة هادية ومستقرة، وأنجبت منه 4 أطفال. بس للأسف إن الحياة دي ما استمرتش كتير، لأن ماري سنة 1906 لما بقى عندها 32 سنة بدأت تظهر عليها أعراض مرض نادر جدا معروف باسمه متلازمة العملاقة أو ضخامة الأطراف. المرض ده بيحدث نتيجة زيادة إفراز هرمون النمو GH من قبل الفص الأمامي للغدة النخامية، وبيسبب تغيير كبير في ملامح الوجه وتضخم في الأطراف. وطبعا المرض ده خلى ملامح ماري الجميلة واحدة واحدة تتحول لملامح يعني غير محببة وأشبه بالتشوه، حفظكم الله. ده غير كمان إن المرض ده خلى ماري على طول بتعاني من صداع مستمر وضعف حاد في البصر، وآلام شديدة جدا في العضلات وفي المفاصل وفي العمود الفقري. ماري مع زيادة أعراض المرض عندها، المستشفى اللي كانت بتشتغل فيها استغنوا عن خدماتها، وبقت قاعدة في البيت من غير شغل. وده طبعا أثر بشكل كبير على الحالة المادية لأسرة ماري. واللي زود الطينة بلة إن زوجها توماس توفى بعد 11 سنة من زواجهم، وبالتحديد سنة 1914، علشان تلاقي نفسها مسؤولة عن 4 أطفال، وفي نفس الوقت عليها ديون كتيرة، بالإضافة طبعا لمرضها اللي أثر بشكل كبير جدا على صحتها. ماري في الوقت ده ما كانش قدامها غير إنها تدور على شغل في أي مكان علشان تقدر تجيب فلوس وتصرف على أطفالها. ولكن للأسف إن شكلها كان سبب إنها ما تقدرش تشتغل في أي مكان. سبحان الله، وكأن يعني الشكل ده بإيديها. المهم ماري في يوم من الأيام لقت مسابقة في إحدى الصحف لاختيار أبشع امرأة في العالم، وإن المسابقة دي اللي هيفوز بيها هياخد جايزة مالية. وطبعا ماري قررت إنها تدوس على كرامتها وتشترك في المسابقة علشان تاخد الجايزة المالية وتصرف على أطفالها. وفعلا ماري اشتركت في المسابقة وفازت بيها، بس للأسف إن الجايزة المالية كانت $50 بس. التجربة كانت مؤلمة جدا لماري، ولكن في نفس الوقت كانت منقذة لأطفالها ولو لبعض الوقت. ماري بعد ما انتشرت صورها في الصحف بإنها المرأة الأبشع في العالم، أخدوها علشان تشتغل في السيرك بمقابل مادي كويس، وبدأت تتنقل في كل مدن إنجلترا علشان الناس تشوف أبشع امرأة في العالم. وعلى الرغم من إن شرط العمل في السيرك هو إنها تمشي مسافات كبيرة على رجلها علشان الناس تتفرج عليها، إلا إنها استحملت الإهانة من الناس اللي كانوا بيشتموها ويحدفوها بالطوب، واستحملت كمان الجروح والالتهابات اللي كانت في جسمها، وكل ده علشان أطفالها. ماري سنة 1920 اتعرض عليها وظيفة في سيرك خاص في الولايات المتحدة الأمريكية. في البداية ماري كانت مترددة، لكن في النهاية وافقت لما عرضوا عليها مبلغ 10 جنيه استرليني في الأسبوع ولمدة عام كامل، ده غير تحمل كل نفقات السفر. وكمان ماري لقت إن المبلغ ده هيوفر تكاليف تعليم أطفالها، فده خلاها تتغاضى عن الذل والإهانة اللي هتشوفهم في السيرك، لأن كل حاجة عندها تهون مقابل إنها توفر حياة كويسة لأطفالها. السيرك اللي راحته ماري في أمريكا كان واحد من مئات الأماكن في أمريكا وفي العالم الغربي اللي كان بيعتمد اعتماد كلي على الإنسان في ربح الأموال. وكانت العروض دي بتضم أفراد بيعانوا من تشوهات خلقية أو اضطرابات جينية زي حالة ماري. ماري كانت بتقدم العروض بجانب أشخاص عندهم نفس حالتها، بس في أجزاء معينة في الجسم، ومع توائم ملتصقين.
وأشخاص اتولدوا بدون أطراف وغيرهم. ماري في السيرك كانوا بيلبسوها ملابس رجالي علشان يظهروا مدى بشاعتها، وكانوا الأطفال بيحدفوها بالطوب ويشتموها ويسخروا منها وينادوها بالوحش المخيف. لكن ماري في كل مرة كانت تبص لهم وهي بتبكي وتقول لهم أنا بحبكم، انتوا زي أطفالي. لكن للأسف كانوا بيعاملوها وكأنها وحش مفترس. واستمرت ماري على الحال ده كل ليلة ولسنوات كتيرة، شافت فيهم كل أنواع الإهانة والذل. وطبعا كل ده كان بيأثر على حالتها النفسية وبيزيد من ألمها وأوجاعها. لكن ماري زي ما قلنا كانت مستعدة تعمل أي حاجة علشان أطفالها. وسنة 1925 ماري شاركت في عرض في باريس، وساعتها قررت إنها تنقل أطفالها لمدينة نيويورك، وقدرت كمان إنها تدخلهم مدرسة داخلية علشان يعيشوا مرتاحين. واستمرت هي في شغلها كل يوم في السيرك. وسنة 1927 ماري المرض زاد عليها، وزارت ساعتها طبيب مخ وأعصاب مشهور اسمه أغفن شوكن. لكن للأسف بالرغم من شهرة الطبيب ده وخبرته، إلا إنه ما قدرش يساعد ماري في مرضها. ولكن في نفس الوقت كتب رسالة شديدة اللهجة لمجلة تايمز اللي نشرت مقال مهين وجارح عن ماري. وقال في الرسالة إن ماري قصتها مختلفة تماما، لأنها كانت قبل كده فتاة شابة قوية وجميلة، ولكن اللي حصل لها ده بسبب مرض نادر. وإن بصفتي طبيب محبش أبدا أشوف إن شخص مريض يستخدم كأداة للسخرية. وسنة 1933 وخلال إحدى العروض ماري فجأة بتسقط على الأرض قدام كل الناس. في البداية كل الموجودين قعدوا يضحكوا عليها وكانوا فاكرين إن ده جزء من العرض، ولكن في الحقيقة إن ماري المسكينة كانت روحها الجميلة فاضت للخالق عز وجل. ماري بعد وفاتها أحد أبنائها قال إن أمي لما كانت بتحضر لنا الخبز وإحنا جعانين كانت بتفضل طول الليل تبكي وتقول أنا مستحقش أكون أم صالحة، ويعني لازم أكون جميلة علشان يحترموني. وقال كمان إن لو في مقاييس لجمال الإنسان لكانت أمي هي أجمل امرأة في العالم للتضحيات اللي قامت بيها علشاننا. ماري أثبتت للعالم إن الجمال الحقيقي في القلب وفي التضحية من أجل أقرب الناس ليك. وفعلا ماري هي امرأة جميلة كافحت علشان أبنائها، وكانت فاكرة إن ده العادي والطبيعي، ولكن في الحقيقة إن اللي عملته ماري ده في كتير ما يقدروش يعملوه. فكل الاحترام والتقدير لماري آن بيفان. ويا ترى دلوقتي انتوا شايفين ان ماري تستحق لقب ابشع امرأة في العالم ولا لا؟ مستني اعرف رأيكم في التعليقات. وفي النهاية لو عجبتكم الحكاية ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان توصل لكم كل حكاياتنا أول بأول. وأشوفكم على خير في حكاية جديدة، في حفظ الله ورعايته.